السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا دائما مع المستجدات ديال الزيادة في الأجور غنشوفوا الاستجواب ديال الأمين العام ديال الاتحاد المغربي للشغل مخارق حول مسألة الزيادة في الأجور. إذا أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن مقترح الحكومة لرفع الأجور لا يرقى للطموحات ولن نوقع إلا بشروط كما جاء على لسانه. إذا فالحكومة أعطت المقترحات ديالها على مجموعة من الملفات يعني توصل بها الاتحاد المغربي للشغل، وكان عنده واحد الرد اللي هو جاب المعطيات التالية. إذا فقد رفضت نقابته لمقترح الزيادة في الأجور التي اعتبرها لا ترقى للطموحات الشغيلة. إذا هذه الزيادة اللي توصلوا بها اعتبروها بأنها ما كترقاش لهاد غلاء ديال المعيشة وهاد التضخم وهاد الوضعية الاقتصادية اللي فيها تدني القدرة الشرائية. النقطة الثانية على مستوى الزيادة العامة في الأجور، اعتبرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل اليليومتي العرض الحكومي غير مناسب، في حين قال مخارق استطعنا إلى حد ما انتزاع التخفيض الضريبي لتحسين الدخل، ونحن في طور التدقيق في هذا الإجراء مع مديرية الميزانية. إذن قال بالنسبة للزيادة العامة كانت دون المستوى، ولكن بالنسبة للتخفيض الضريبي على الدخل كاين واحد التقدم، يعني كاين واحد التخفيض بواحد النقط معينة على ديك النسب اللي معروفة اللي كتبدا من 10% حتى 38%، يعني ما غاديش تبقى 38%، بل غادي تنخفض بواحد النقط معينة. إذا هذا مكسب. كذلك اعتبرت النقابة أن الأرضية التي تقدم بها الوزير قابلة للنقاش، لا سيما أن مخالفة تماما لما سبق أن تقدمت به حكومة بن كيران، حيث تم سحب عدد من البنود من ضمنها العقوبات الزجرية والجنائية. هنا كيتكلم على الأرضية ديال قانون الإضراب، أرضية ديال قانون الإضراب. إذن فهي قالك فيها تقدم بالمقارنة مع داك الشيء اللي كان غادي يطبقو بن كيران، يعني تحيدات ديك العقوبات الزجرية والجنائية، يعني أنه هناك سجن، هناك عقوبات مادية، هناك عدة أمور زجرية بالنسبة للحق في التظاهر من أجل المطالب المشروعة. إذن فيما يهم تعديل مدونة الشغل، شدد المتحدث ذاته على تشبث النقابة بمبدأ استقرار الأجراء مقابل ما يطمح إليه أرباب العمل من إقرار إجراءات مرنة، وهو ما اعتبره مخارق رغبة في تسهيل طرد الأجراء بدون تعويضات. إذن يعني كاين احتجاج حتى على مدونة الشغل اللي هي كتسمح وكتسهل طرد الأجراء بدون تعويضات. هنا دعا استقرار من أجل يعني وضع قوانين كتسمح باستقرار الأجراء في وظائفهم. ورفضت النقابة في واحد المراسلة من بعد ما توصلت بهذه الأجوبة وهذه المقترحات ديال الحكومة، بعثتها لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي مساء أمس، عرضت الأخيرة حول إصلاح صناديق التقاعد، والتي تضمنت من جديد رفع سن التقاعد وتخفيض المعاشات. إذن النقابة كذلك رفضت في المراسلة ديالها العرض اللي تقدمت به الوزيرة حول إصلاح صناديق التقاعد اللي هي كتمس بالمكتسبات. إذن هذا هو كل ما يمكن أن نركز عليه في هذا الفيديو من نقط مستجدة بالنسبة لأجوبة بعض النقابات على مقترح الحكومة
في مخرجات الحوار الاجتماعي. نتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر بتوضيحات أخرى. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.